شهيد ولا مفقود؟ شهيد ولا مفقود؟ سؤال اتكرر مرتين أو 3 مرات من اللواء حسني مبارك للقيادات العسكرية، وكل مرة كان بيتم الرد على السؤال بإجابة واحدة قاطعة: شهيد يا فندم. أصحابه شافوا طيارته بتتضرب بصاروخ وأكيد استشهد يا فندم. تعالوا نعرف إيه الحكاية في الحكاية من البداية. بدايتنا بتتحكى من قبل حرب اكتوبر، ممكن من ايام النكسه والقهر والذل اللي الناس كانت حاسه بيه في الشوارع، قهر بسبب الارض اللي اتاخدت منهم والاخبار الكاذبه اللي كانت بتتنشر في الاذاعه وكانت بتعشمنا بانتصارات زايفه، قهر وذل وغضب كانوا السبب في تربيه جيل كامل على انه لما تجيلك الفرصه لازم تغتنمها بكل قوه، مشاعر واحاسيس كانت السبب في زرع الحماسه الوطنيه بزياده قوي في نفوس الطلبة في الكليات الحربية أو حتى المقاومة الشعبية، وده اللي ظهر على بطل من أبطالنا وسط آلاف وآلاف من الأبطال اللي ممكن أساميهم ما تكونش معروفة لينا، بس اللي عملوه يخلينا نفتخر بيهم دايما. الملازم طيار جاد الكريم نصر، ملازم لسه متخرج ملحقش يفرح ببدلته العسكرية ولا حتى برتبته الصغيرة. اتخرج جاد الكريم من الكلية ولقى نفسه متاخد من الدار للنار حرفيا. يا جاد جهز نفسك عشان هتكون من الرجاله في الطلعه الجويه الاولى، احتمال ترجع واحتمال لا، انتوا عارفين يا رجاله مهمتنا واضحه: تعطيل منظومات الدفاع والطيران الاسرائيلي علشان رجالتنا تعبر بسلام. ده كان كلام القائد لجاد الكريم واصحابه، شاب عشريني بقى في رقبته مهمه انتحاريه، ايه اللي يجبره على حاجه زي كده؟ طالع من نكسه وبيحارب جيش اعلاميا معروف عنه من الجيوش التي لا تقهر. طيارتك الميج بالنسبه للفانتوم اللي معاه عباره عن حته خرده، هقول لك ايه تاني؟ ويطلع جاد الكريم واصحابه طلعه والتانيه ويحققوا انجازات وانتصارات، وتعبر الرجاله قناه السويس، وعلى مدار يومين كاملين بتتكتب انتصارات للقوات الجويه وغيرها لحد يوم 8 اكتوبر. المهمه الاخطر، المهمه اللي هتكون على عمق 40 كيلو، يعني وسط جيش الاحتلال حرفيا. 4 شباب بطياراتهم مهمتهم واضحه: تدمير المعدات الاسرائيليه اللي الصهاينه بيبعتوها علشان يحاولوا ينتصروا. بس المهمه دي يا رجاله انتحاريه بزياده، يعني ودع أهلك وناسك وأحبابك وتوكل على الله. ويطلع ال4 شباب من قاعدة القطامية ويدخلوا سينا بعمق 40 كيلو، كله جاهز وهيضرب الصواريخ. هوب، فين الهدف؟ فين المعدات؟ مفيش حاجة. المهمة فشلت من قبل ما تبتدي، بس ال4 اتفقوا ما بينهم وما بين نفسهم ان مفيش رجوع من غير ما يصطادوا اي هدف. احنا في 40 كيلو جوه سينا، ما جاتش يعني على 5 أو 10 كيلو زيادة. وفعلا بتبدأ عملية القنص الحر، وبيلاقوا قدامهم هدف: اكبر محطة تشويش اسرائيلية في جبل ام خشيب، وبتبدأ نسور الجو انهم يضربوا صواريخهم ناحية محطة التشويش لحد ما تم تدميرها بالكامل. وفجأة بتطلع 4 طيارات فانتوم اسرائيلية ورا ال4 طيارات ميج المصرية، وتقوم معركة جوية ويتكتب النصر فيها معنويا للطيارين المصريين، لان في الوقت ده كانت اول طياره فانتوم اسرائيليه وقعت واتدمرت على ايد نسور الجو، فكان بالنسبه لهم اسطوره جيش بتتدمر حرفيا قدامهم. بس للاسف الحلو ما يكملش، وانضرب صاروخ على طياره الملازم جاد الكريم على ارتفاع 10 امتار من الارض، وساعتها قرر الملازم جاد انه ينط من طيارته قبل ما تنفجر، وينزل ساعتها على الارض فاقد للوعي على عمق 50 كيلو بعيد عن الجيش المصري وسط الصحراء الخاليه مع العدو الصهيوني، ساعتين كاملين فاقد للوعي. واول ما بدا يفوق الملازم جاد الكريم ما كانش مجمع هو عايش ولا مستشهد، واحده واحده بدا يقيم الوضع اللي هو فيه: كسر في الايد الشمال، شظيه في ايد اليمين، شظيات وحروق في الوش والرقبه والفخذ والرجل، لا بسيطة، موجود في الجزء المحتل من سيدا مع أولاد معيش سلاح ويدوب معايا كيس مية فيه نص لتر لا متيسرة إن شاء الله. وبدأ يفوق البطل جاد الكريم ويستجمع اللي حصل واللي حواليه، وقرر إنه يبدأ رحلة العودة ويبدأ يشوف الشمس بتشرق منين وبتغرب فين، ويمشي عكس غروب الشمس، ويمشي بالنهار ويستريح بالليل علشان ما يتوهش أو يلف في دواير. ويعدي يوم 9 أكتوبر، وكل ما يحس بوجود حد من جيش العدو يبدأ يشوف أي أعشاب صحراوية ويروح داخل فيها علشان نفس لون هدوم، يعني وسط الجروح اللي كانت موجودة فيه بيدخل وسط الشوك تاني علشان يستخبى من اللي ما يتسموا. ويجي يوم 10 أكتوبر ويبدأ إنه يسمع صوت معارك واشتباكات، فيعرف إنه على الطريق الصح. وتيجي اللحظة الحاسمة، لحظة ما يقابل جاد الكريم العساكر المصريين، وكان فاكر إنه كده خلاص بقى في أمان، بس اتفاجئ ساعتها إن العساكر بيرفعوا السلاح في وشه: اثبت مكانك يا عسكري، كانوا فاكريني إسرائيلي وهياخدوني أسير. ساعتها قعد يصرخ في وشهم ويقول لهم: أنا مصري، أنا مصري أقسم بالله. ويجي ضابط من وسط العساكر يأمرهم إن محدش يضرب نار
ويقرر انه يسمع لجاد الكريم. انت بتقول انك مصري، طب ازاي وانت جاي من ناحيه الاسرائيليين؟ فيقول له يا فندم انا طيار مصري، كنت من ضمن سرب الطيارات اللي خرجت من قاعده القطاميه من يومين، واسمي جاد الكريم نصر. وهنا بيطلع واحد من العساكر بيقول له هو انت الطيار اللي استشهد وهو بيدمر محطه تشويش الاسرائيليه؟ فيرد عليه ويقول له استشهدت ازاي يعني، انا حي قدامك. وهوب بيقع جاد الكريم على الارض من كتر التعب والنزيف اللي عنده، وبيشيلوا العساكر بسرعه علشان يلحقوا يسعفوه وينادوا على الدكتور علشان يكشف عليه. كانوا محتاجين انهم يلحقوه قبل ما يستشهد بجد المره دي. فالدكتور قال لهم انه لازم يتنقل حالا للمستشفى علشان يفضل عايش. وساعتها بدا العساكر يدوروا على اي عربيه تنقله، ويلاقوا عربيه ذخيره رايحه للجبهه، وقالوا للسواق خدوا للمستشفى. بس السواق كان له راي تاني وقال لهم مصر اهم ولازم الذخيره تتنقل للعساكر، ورفض يوديه للمستشفى. وهنا بتحصل المعجزه الالهيه. المشير احمد بدوي معدي من نفس المكان اللي فيه الطيار وبدا يسالهم فيه يا رجاله. فالعساكر جاوبته انه ده الطيار يا فندم اللي دمر مع زمايله محطه تشويش، وكانوا قالوا انه استشهد بس طلع عايش ومش عارفين ننقله المستشفى وممكن يموت في اي لحظه. احمد بدوي هاج فيهم وقال لهم روح الطيار اهم من الذخيره، لولا الطيار والحمايه اللي وفرها لنا ما كناش نقدر نحقق حلم العبور. وياخدوه على الدبابه قدامه وينقلوه للمستشفى ويبداوا يحاولوا ياكلوه اي حاجه علشان يفوق وما يدخلش في غيبوبه. وهنا بيتلحق جاد الكريم نصر وفعلا بيوصل للضفه الثانيه، وساعتها بيقابل الفريق سعد الدين الشاذلي اللي اطمن عليه وهناه على تدمير محطه تشويش وقال له نصا الحمد لله على سلامتك يا بطل. ويطلب جاد الكريم من الفريق الشاذلي انه يوصي الدكتور انه ينجز في علاجه علشان يرجع تاني وسط زمايله ويكمل باقي تحرير الارض. ويتفاجئ الملازم جاد الكريم ان القوات الجويه سجلته شهيد وبلغت اسرته باستشهاده. فساعتها لما رجع كانت معجزه الهيه بجد، الرجل الذي عاد من الموت سيرا على الاقدام. ويقولوا له ساعتها ان اللواء حسني مبارك كان بيشكك في استشهادك، لدرجه ان القيادات لما بلغت مبارك بالخبر قعد يكرر سؤاله شهيد ولا مفقود، لغايه ما قالوا له اصحابه شافوا طيارته بتتدمر بصاروخ واكيد استشهد. واستمرت عمليه علاج جاد الكريم سنه كامله علشان يرجع يفرد دراعه من تاني، امنياته ودعاء انه يقدر يطير من تاني. وطبعا كانت كل المؤشرات بتقول ان حياته كطيار انتهت وهو لسه متخرج، بس بالعزيمه والاصرار رجع تاني يحمي سماء الوطن ويتدرج في الرتب والمناصب لحد ما يكون اللواء طيار جاد الكريم نصر. قصه بطل هزم الفانتوم ورجع من الموت. كانت معكم شروق السرفي في برنامج الحكايه من البدايه.